يا صباح الورد والفل والياسمين عليكم يا ولاد، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. تعالوا بقى نشوف مشترياتنا بعد ما اوريكم مالك ان هو اشترى، ماما جابت له سلايم. تعالوا بقى نشوف جبنا ايه، وطبعا اللي شاف الفيديو وكمل معانا للاخر يحط لايك. جبت ايه يا ام مالك؟ اشتريت شويه حاجات كده، اتسوقت وجبت شويه حاجات للبيت. اول حاجه جبت عيش، وبعدين جبت سوداني من بيم. ما عجبنيش بصراحة، كان نازل عليه عرض ب29. ما كانش حلو، سوداني ني من جوه مش لذيذ يعني من الاخر، فما حدش يشتري النوعية دي، تقريبا اسمه بيانجو. ماله السوداني اللي من المقلة اثر معايا في حاجة؟ ابدا ابدا والله، انا اللي اتنمرضت عليه. نكمل بقى نشوف جبنا ايه تاني. احنا اشترينا شوية حاجات حلوين في الفيديو ده. جبت ايه يا ام مالك؟ جبت ايه؟ انجزي شوية يا ام مالك، طبعا ما تنسوش لايك. طبعا الكابل بتاع الريسيفر عندي باظ، يعني الفيشة بتاعته، فاشتريت له واحد. جبت سمنة روابي اللي هي بطعم زبدة الفلاحي، حلوة قوي، جربوها، جميلة جميلة جميلة، والأسعار أحلى وأحلى. وجبت دقيق اسمه وايت حاجة كده، بس حلو، جربوه، حلو جدا في المعجنات يا جماعة، النوعية دي حلوة جدا ممتازة. وجبت كمان كوكس اللي هو كاستر، أيوة جبت 2 كاستر عشان كنت عايزة اكل كنافة بالكاستر. نروح بقى للمرسيدس بتاعتنا، لعربيتنا، نشوف جبنا فيها ايه. طبعا لو وصلتي من حد كده معانا، ما تنسيش ارجوكي، اوعي تنسي اللايك بتاعك الجميل وتعليقاتك الحلوه. طبعا مالكمش دعوه باللي بيجري وبيهرب ده، ده من اللي جبني عامل دوشه في الفيديو. جبت نص خيار ونص فلفل. حلو الفلفل، كله فلفل، الفلفل غلي والخيار غلي وكل حاجه غليت، فالحمد لله على كل شيء. وجبنا كمان طماطم، طبعا الطماطم في الطالع مش عارفة مالها، الطماطم دلوقتي بقت أغلى من المانجا. هاتوا ملجا، اعملوا صلصة بالمانجا بدل ما تعملوها بالطماطم. جبت نص كيلو جلاش عشان نعمل جلاش حلو. الشنطة السودا دي يا ام مالك، ما تركزوش مع مالك، تركزوا معانا. جبت بقى كيس كده اهو فيه بونبوني مشكل، بونبوني ونوجا، وايه كمان يا اختي، دي انواع بونبوني الحلو. كوكا كولا ده كان الكيس عامل 10 جنيه، فقلنا نرفه شوية عن أنفسنا. البطاطس الغالية 25 جنيه و30 جنيه. مش أنا بقولكوا الحاجة مش أقول رخيصة. لايك للبطاطس. اللي كان العيل لما يتنمرض يقولك خلاص حطيلي بطاطس، لا دلوقتي مش هنحطلك بطاطس. كيس الملح ده الواحد ب7 جنيه، بس التلاتة الراجل عامليهم عرض، عمل عليهم عرض، التلاتة بواحد ب20 جنيه بدل 21، عمل عليهم عرض والتلاتة ب20 جنيه. وكمان جبت بتنجان، حلو قوي البتنجان ده، احمر على ابيض، عشان نعمل محشي يا ولاد بصلصة المانجا. واخدين بالكم معايا؟ طبعا اوعوا تصدقوا ان انا هعمل محشي بصلصة المانجا، لا انا عندي كتير كده اهو مكمراهم في الفريزر، هطلع منهم اعمل عليهم محشي يا اختي. جبت جزر، جزر يقوي النظر كده، وتعملي شفشق الجزر، تسلقي الجزر بتاعك كده الحلو، وبعدين تضربي معاه كيس عصير الفروتي، يبقى جزر بالبرتقال. طبعا دي كانت مشترياتي للبيت وشوية حاجات كده هوت كلفونا مبلغ وقدره. طبعا جبت بونبوني وشوية حاجات طبعا علشان خاطر ابني اضحك عليه، بدل ما ياخد مني ال5 جنيه اديله بونبونية ما تكلفش معايا جنيه. خليكي ذكية واضحكي على العيل، مع ان العيل هو اللي بيضحك علينا. طبعا ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، وتعالوا نروح نعمل الغدا. الغدا ايه النهارده؟ الغدا نصه باقي من عندي من امبارح، وفي فرخة عندي في الفريزر، قلت والله بالله تالله لازم اطلعها واحتفل بالحدث السعيد ده، ان انا اشتريت مشتريات الاسبوع. تعالي يا حلوة بقى علشان نتبلك ونظبطك. وده كول سلو، يعني ما تسألوش ايه علاقة الكول سلو بالمكرونة البشاميل بالفراخ المشوية. ابني بيحب الكول سلو، لازم اعمله كول سلو يا جماعة. جبنا الفرخة، غسلناها وتبلناها، لسه هنتبلها. كان عندي كيس خلطة المشاوي ده تايه، حيران كده. وجبت حتة من الفلفل الأحمر، ملح وفلفل أسود ومرقة دجاج وبصلتين حلوين كده وكيس عسل. بصي لازم تحطي العسل في المشويات، بيديها لمعة كده وطعم حلو قوي، يعني ما بيخليكيش البهارات طعمها شاذ ولا اي حاجة، بيهدي من النكهة. انا حطيت هنا سنة من القرفة زيادة بس، والفلفل الاسود والملح وحبة السكر او العسل. انتي بقى عايزة
تستغني عن التوابل دي كلها وتستخدمي كيس البهارات ومفيش اي مشاكل. انا بصراحة بجيب كيس التوابل ده وبحط معاه كوباية من المية وبعمل التتبيلة بزيادة علشان اما اجي احتاجها آه، اتبل بيها حاجة للمشويات تاني تبقى موجودة عندي. هنا حطيت معلقتين كبار من صوص الباربيكيو، هقلبها برضه مع الخلطة بتاعتي، وهضيف كمان مرقة الدجاج انا سايباه، يعني انا حاطة مكعبين وعاملة المرقة عندي بزيادة. ليه؟ لان انا هشيل اصلا نص التتبيلة دي عندي في الفريزر، لما احتاجها اطلعها على طول تبقى جاهزة. بالشكل ده انتي بتنجزي في الوقت، لما بتيجي تعملي حاجة آم، يعني تتبيلة مشويات عندك موجودة. تيجي بقى واحدة فزلوكة تقولي يعني انتي خلاص ما عندكيش وقت تعملي تتبيلة تاني، وانتي مالك؟ طب ما انا عندي وانا بعمل دلوقتي، ايه المشكلة ان انا ازود الكمية واشيلها عندي في الفريزر وقت ما احتاجها؟ على طول في الانجاز، لازم نتعلم انجاز يا ماما، انجاز يا حبيبتي، ماشي انجاز يا فزلوكة. طبعا لايك للفزلوكة اللي هتفتي معانا. وطبعا حاجة حلوة قوي جدا نستخدمها مع المشويات، معلقة الزبادي دي بتخلي اللحم جوسي وحلوة جدا. هنا بقى قلت ايه، يا بنتي انتي حطيتي زبادي وكترتي في التتبيلة كده وتوصيتي، زيدي كمان كيس مرقة وما تقصريش كده طبعا في الخلطة عشان يبقى طعمها حلو كده وجميل. خلصنا اختي، او خلصنا كده والتتبيلة جهزت عندي. نعمل ايه؟ امسكي بقى وغزيها، كل ما تكوني متضايقة من حد ولا حاجة هاتي الفراخ وغزيها اختي بالشكل ده. غزي غزي غزي، الصدر طبعا، الدبابيس الوراك، وشربيها التتبيلة. غزي غزي كده وقطعي شمال ويمين تحت وفوق. بصي ما تخليش حتة الا لما تتغذى، طلعي غلك ووجع قلبك وقرف العيال وكل حاجة، قطعي كده وسلكي ما يهمكيش ولا احسن دكتورة. وبعد كده بقى ابتدي شربي التتبيلة، شربي التتبيلة على قد ما تقدري. ايوه كده بايديكي جميلة يا جماعة، احنا اللي هناكل الاكل، احنا اللي هناكل، مش لازم البس كلوفز. انا بحب يعني اعمل دايما الاكل بايدي واشرب التتبيله بايدي. بصوا مفيش احسن من الايد، اهم حاجه ان انا بغسل ايدي مليون مره وانا بعمل الاكل. ف يعني بتغسلي ايديكي كتير، مش لازم بقى الحسوكه والبس كلوفز والبس. يا جماعه بره التصوير احنا ما بنلبس كلوفز، الناس اللي بتحسوك وبتلبس كلوفز جوه التصوير يا حبيبتي، بره التصوير يا حبيبتي انت بتلبسيش كلوفز، فمش هنكدب على بعض. وحطيناها تتشوي في الشوايه، وبعدين جبنا محمية كده حلوة، محميتين كده، وحطيناهم دشيناهم بالفرخة وبقت فراخ مشوية عظمة وجميلة. والمكرونة البشاميل والكول سلو اللي ملهاش علاقة بالأكل ده كله، بس عشان خاطر ابني. فطبعا تسلم ايديك يا ام مالك، عايزة بقى كلكم تقولوا تسلم ايديك يا ام مالك، وما تنسوش لايك وشير وتعليقاتكم الحلوة.